دولة متقدمة، دولة متأخرة، دولة نامية، دولة عالم أول، دولة عالم تاني. مصطلحات بنستخدمها عشان نوصف المجتمعات المتقدمة أو المتأخرة، ونفسنا إن إحنا في يوم من الأيام نبقى زي المجتمع المتقدم ونوصل للمرحلة اللي فيه. وزي ما قال الفيلسوف العربي ابن خلدون: المغلوب يحب دائما أن يتبع الغالب. وهنا نيجي للسؤال: هل معنى المجتمع المتقدم متقدم في كل شيء؟ ولا المجتمع المتأخر متأخر في كل شيء؟ ولا الموضوع نسبي؟ وإمتى ظهر مصطلح العالم الأول والعالم الثاني؟ وهل التقدم معناه الأفضل دايما؟ ما تيجوا نشوف. صباح الخير ومساء الخير حسب الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. مع ظهور الثورة الصناعية في القرن التمنتاشر والقرن التسعتاشر اتغير شكل العالم، واتجه العالم من الزراعة للصناعة، واتغير شكل المجتمعات من القرى والريف للمدن الكبيرة مع ظهور المصانع وظهور شركات ومؤسسات بتتملكها، وابتدى الموظفين ياخدوا مرتبات أعلى من الزراعة. ومع ظهور المدن الكبيرة ظهر القطر اللي بيسمح الشخص إنه يسافر من منطقة لمنطقة في وقت قليل، كذلك الطيارة والعربية. وظهور التكنولوجيا الجديدة للزراعة زي الجرار واستخدام الهندسة الوراثية لزيادة الثروة الزراعية. وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، بين الرأسمالية الأمريكية وبين الاشتراكية السوفيتية. وفي وقتها ظهر مصطلح العالم الأول والعالم الثاني والعالم الثالث، ولكن ما كانش الهدف منه هو التمييز ما بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية. العالم الأول بيوصف الدول المتحالفة مع المعسكر الأمريكي، والعالم الثاني بيوصف الدول المتحالفة مع المعسكر السوفيتي، والعالم الثالث بيوصف الدول المحايدة اللي لا مع المعسكر الأمريكي ولا مع المعسكر السوفيتي. وبعد نهاية الحرب الباردة بوجود الاتحاد السوفيتي في سنة 91، أمريكا بقت الدولة المهيمنة على العالم، ومصطلح العالم الأول والعالم الثالث اتغير وخد مكانه مصطلح الدول المتقدمة والدول النامية أو الدول المتأخرة. الدول المتقدمة هي الدول اللي اقتصادها معتمد على الصناعة وعندها بنية تحتية قوية ومستوى تعليمي قوي. أما الدول النامية أو المتأخرة هي الدول اللي التصنيع فيها ضعيف واقتصادها معتمد على الزراعة ومستوى التعليم اللي فيها ضعيف. وهنا نيجي للسؤال: هل معنى دولة متقدمة في مجال فهل معنى كده إنها متقدمة في كل حاجة؟ وهل معنى إن دولة نامية ومتأخرة في مجال فهل معنى كده إنها متأخرة في كل حاجة؟ عشان أجاوب على السؤال ده تعالوا أديكم مثال. دولة زي أمريكا، أقوى دولة في العالم، كان في فترة من الفترات خدت لقب أرض الفرص لأي حد عاوز يكون نفسه. كلنا عارفين إن أمريكا متقدمة اقتصاديا وعلميا وصناعيا وزراعيا، ولكن زي أي بلد في العالم أمريكا فيها عيوب. أمريكا عندها أكبر معدل جرائم في العالم، خصوصا تجارة السلاح مسموح بيها قانونا. فما تستغربش لو سمعت عن جرائم قتل بتحصل هناك كل فين وفين. وعندها أسوأ نظام صحي في العالم بسبب تكلفته الغالية اللي مش مناسبة لمتوسط دخل الفرد هناك. ده غير إن الفلوس أكتر شيء مسيطر في الحياة في أمريكا حتى مع العيلة الواحدة. مثال تاني: دولة زي الصين، متقدمة في السياحة بسبب تاريخها القديم من قديم الزمان زي مصر واليونان وإيطاليا، ومتقدمة في الصناعة وبتعمل الأجزاء اللي بتتحط على الموبايلات وبتصدرها بره، ومتقدمة في الزراعة وبتزرع الرز والشاي والذرة والقمح والقطن وغيره. ولكن الصين عندها أكبر معدل تلوث في العالم بسبب عدد المصانع الكبير اللي فيها. ونيجي بقى لنقطة تانية، وهي هل التقدم المستمر معناه الأفضل دايما ولا لأ؟ الحقيقة إن التقدم شيء بنسعى ليه من قديم الزمان، والتقدم خلانا نغير شكل المجتمع من القرى للمدن الكبيرة، من الجمال والأحصنة للعربيات والقطارات والعجلات والطيارات، وخلانا نطلع الفضاء. واكتشفنا إننا مش لوحدنا وإن في كواكب تانية غيرنا، وإن الكون أكبر من كده بكتير. وده شفناه في أفلام زي ستار وورز وانترستيلر وذا مارشن، وساعدنا في إننا نتواصل مع بعض. ولكن التقدم مش معناه الأفضل دايما. فمع التقدم المستمر بيقل المخاطرة،
بالتالي يقل الإبداع. خلينا نديك مثال. في الكام شهر اللي فاتوا ظهر ترند جديد وهو الرسومات المرسومة بالذكاء الاصطناعي، وعلى قد ما تبان إنها مبهرة ولكنها مش بنفس قوة لوحة العشاء الأخير ليوناردو دافنشي. ومنصات المشاهدة زي نتفليكس وديزني بلس على قد ما فيهم محتوى كبير لكن الجودة مش قوية، وخصوصا في الأفلام. والآلة بالرغم إنها ممكن تعمل حاجات كتير إلا إنها عمرها ما هتوصل زي الإنسان، لأن الإنسان يقدر يحل أي مشكلة ويواجه أي موقف حسب الخبرات اللي مر بيها. هو اللي بنى الحضارة، هو اللي بتاعه قدر يبني أهرامات الجيزة، أبو الهول، سور الصين العظيم، برج إيفل، المسرح الروماني، ساعة البيج بن، المعابد اليونانية، تمثال الحرية، مبنى الإمباير ستيت، وغيرهم كتير. وفي نفس الوقت الإنسان عنده روح بينما الآلة عندها روح. الخلاصة: التقدم والتأخر شيء نسبي، ممكن تكون متقدم في حاجات وحاجات تانية لأ، ممكن تكون متأخر في حاجات وحاجات تانية لأ. والتقدم شيء ضروري جدا عشان نعرف نحسن من الحياة، ولكن مش معنى التقدم إن إحنا نضحي بإنسانيتنا ونتحول ونبقى زي الآلة. سلام.